فمن يسود أسود الأطلس أم أسود الترانقة، وما نتمنى إن شاء الله تكون فرحة عربية مغربية في نجمة ثانية يا بدر. طبعا، وهذا حلم متقاسم بين كل العرب من المحيط إلى الخليج، يعني يحبوا أنه منتخب عربي يتوج بطلا أو سيدا للقارة الإفريقية. أتصور على أنه زميلي مشاري على أنه النهائي المثالي أو النهائي النموذجي، أو خلينا نقول لك حتى النهائي المنطقي للبطولة، عطفا على ما أفرزته البطولة. منتخب المغرب في مساره كان منتظم الأداء وأيضا متطور في أدائه إلى أن وصل بالعلامة الكاملة للأهلية والجدارة المباراة النهائية. أذكرك في حديث في أول حلقات المساء الرياضي ذكرت نقطة جدا مهمة، أن البطولة في نظامها في أن تكون هناك توزيع المنتخبات في مجموعات. في منتخب المغرب ومنتخب السنغال كانوا في إن استمروا في أول المجموعات سيتأهلان بالأدوار الإقصائية إلى النهاية، وكان هذا هو المسار لإمكانيات ظهرت على أرض الواقع لمنتخبين كبار، منتخب المغرب ومنتخب السنغال. هذا إذا احترم المنطق في عملية تسلسل. نحن تمنيناها عربية. أيوة. نعم. نحن تمناها عربية. صحيح. لكن منذ البداية بدا واضحا على أنه عندما اكتشفنا الطريق إلى المباراة النهائية بدا واضحا على أن المغرب والسنغال سيتواعدان على لقاء مرتقب، لقاء تاريخي، على اعتبار أنه أول مباراة تجمع بين المنتخبين في المنافسة الإفريقية، على الرغم من 31 مباراة اللي جمعت بين المنتخبين في مختلف التصفيات. هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها المنتخب المغربي بالمنتخب السنغالي. طبعا رغبتهما هم الاثنين أنهم يحصدوا النجمة الثانية يوضعوا على صدرهم. منتخب السنغال فاز في سنة 2021، المنتخب المغربي ينتظر هذه النجمة منذ 50 سنة. أتصور أننا إذا كنا نمني النفس بنهائي مثالي، نهائي نموذجي منطقية الحصيلة التي أفرزتها البطولة، فأتصور ما كان ممكن. شعورك والله نتكلم بصراحة أكثر. لا، شعور جميل. شوف توتر، قلق، لا سمح الله خوف. شوف، أنا على خلاف الكثيرين يظنون على أن هذه المباراة، مباراة المغرب السنغال، ستكون أسهل على أسود الأطلس من مباراة نيجيريا، اعتبارا أن بدا لهم أن منتخب نيجيريا أقوى. أنا أقول لا، مباراة نهائية هي مباراة نهائية. ثم أيضا المنتخب السنغالي في خاماته، في فنياته، أيضا في طريقة لعبه مختلف تماما على منتخب نيجيريا، فبالتالي نحتاج إلى نفس الروح، إلى نفس الإرادة، نفس القتالية، إلى نفس القتالية اللي حضرت في مباراتي الكاميرون ونيجيريا. إذا حضرت أنا أؤكد لك أو أبصم لك بالعشرة أن المنتخب سيكون مغربي، إن شاء الله سيكون متوجا باللقب. طيب، والسؤال يعني هل أنت قلق أم متردد؟ قلق المسؤول. لا، قلق مسؤول. إن قلت لك بأنني غير قلق أو غير يعني متوتر أو غير متشنج أكون كاذبا. هذه مباراة نهاية. هذه مباراة ننتظرها منذ 22 سنة، لقب ننتظره منذ 50 سنة. كيف تريدون أن أكون جبل ثلج يقف أمامك؟ أبدا لا أستطيع. أن تكون قوية كأسد. لا، أنا ماذا يا حسام؟ أن يكون قوية كأسد. هم أسود الأطلس. نعم صحيح، كأسد ولكن ليس كجبل ثلج. أنتم أسود أمام الأسود. طبعا أسود أمام الأسود. صحيح فتحي. وطبعا ما بين المغرب وما بين السنغال علاقة يعني إن شاء الله اليوم يعني تنام إن شاء الله. أهم شيء بس القلق. والله أتمنى أن أنام على الأحلام وليس على الكوابيس أو الهواجس. فتحي، مواجهة كبيرة جدا. كبيرة جدا بالطبيعة. أنا بدر أتمنى أنه كما قلت أنت في كلمتك الأولى أنه كل العرب من المحيط إلى الخليج يتمنون فوز المغرب، لكن مش متأكد 100% الحقيقة. مين؟ أنا مش متأكد 100% لأنه فما العرب على سف ربما لا إن شاء الله. ربما إن شاء الله. قلت أتمنى. أنت قلت وأنا أقول إن شاء الله أن كل العرب يدا بيد بإذن الله، ويكون تلاحم وبإذن الله، وشاهدناها الجماهير المغربية مع الجميع وكذلك يتبادلون الشعور. إن كانت هناك بعض الاستثناءات لا تمثلنا كعرب. بالطبع أنا كلامي واضح. أتمنى وأنا أحلم بانتصار المغرب
انا احلم برفع المغرب للكاس. بالنسبه لي انا معناها حاجه كبيره ياسر، لانه المغرب يستحق هذه الكاس، ولكن لا غالب. احنا عرب وعنا ساعات سكروها وبكلمه وانهي ما قلتها ويلزمني نقولها. طيب انت قلتها وانا رديت عليك، انت تمنيت وانا ان شاء الله اني يجزي. انا قلت لك اكثر من التمني، انا اكثر من التمني احلم بفوز المغرب، ولكن شوف الزوز مدربين عملوا تصريحات متشابهه بالضبط. طبعا الرقراقي يقول يشيد بالمنتخب السنغالي، منتخب كبير وكبير جدا. مدرب السنغال يشيد بالمغرب، يقول فريق محترم جدا وقوي جدا. في نفس الوقت نفس العبارة للزوز للمدربين، الكل يقول أنا نحب نفوز بهذه الكأس. صح. اليوم المقابلة هذه قمة المقابلات في القارة الإفريقية، القمة الإفريقية. ترتيب الفيفا يعطيك المغرب ثم السنغال، المرتبة الأولى المرتبة الثانية، ما تنجمش تحلم بنهائي أفضل من هذا النهائي. إذا هذه قمة، ونتمنى بطبيعة الحال وأنه المقابلة تكون في مستوى هذه القمة، لأنه زوج فرق هذا معناها يمثلوا تقريبا صورة لكرة قدم الإفريقية. نحب الصورة هذه غدوة تخرج صورة ناصعة الكرة الإفريقية حاولوا يوصل. إذا نهائي كبير يا حسام، نهائي كبيرة كبيرة جدا جدا جدا. أولا كما قال فتس نعرف أن على تصنيف فيفا منتخب المغرب ثم منتخب السنغال أولا. ثانيا كل واحد منهما يبحث عن اللقب الثاني. ثالثا نعرف أن حاليا في إفريقيا كلنا نعرف أن منتخب السنغال له نجوم كثير كمنتخب المغرب له نجوم كثير. فكل واحد منا أن أقول أن سوف نشاهد أحسن وأفضل مباراة نهائية في تاريخ كأس إفريقيا من الأداء والمستوى والتنافس والالتزام وكل ما يتعلق بالمباراة الرائعة. أنا أحتاج إن شاء الله ونتمنى الفوز لمنتخب المغرب إن شاء الله. إن شاء الله. صابر، خليني أقول لك الأول أنا يعني صابر بس عشان يعني الشيء بالشيء يذكر، المنتخب والجماهير المغربية صبرت كثيرا. صحيح. 50 عام من أجل هذا النهائي، من أجل نجمة ثانية. صحيح. أنا بس عايز يعني أقول لك إنه أنا في التوقعات مش شاطر، يعني مش شاطر قوي في التوقعات، فاشل جدا في التوقعات. بس هذه المرة، ويذكر زملائنا في الإعداد وعلاء تحديدا قبل انطلاقة البرنامج سألني عن توقعي عشان يسجله عشان الفار نرجع له في أي وقت. قلت له النهائي إن شاء الله ما بين، رغم إنه طبعا أمنياتي في الأول وفي الآخر للمنتخب المصري، ولكن قلت له توقعاتي إن النهائي هيكون ما بين المغرب والسنغال، وقد كان. الجزئية الثانية اللي أنا عايز أتكلم فيها، شوف بمجرد ما انتهت مباراتي الدور نصف النهائي كنت متفائل بنسبة لا تقل عن 90% للمنتخب المغربي. ولكن في جزئية اتكلمت فيها مع بدر بالأمس تحت الهواء، التفاؤل ده لقيته يعني موجود في كل حتة، لدرجة إن هو أشعرني بالقلق. التفاؤل الزايد أحيانا بيجيب نتائج عكسية لا قدر الله طبعا. إنما أنا ممكن أكون متفائل، وقلت له أتمنى أنه هذا التفاؤل الكبير، تفاؤل الحذر طبعا شيء جيد، إنما التفاؤل زيادة عن اللزوم أتمنى أنه لا يتسلل إلى أعضاء الجهاز الفني والمنتخب المغربي. المنتخب المغربي فيه مفارقة مهمة جدا تبدو في ظاهرها أن المنتخب المغربي لم يخوض أي مباراة سهلة لم يخوض أي مباراة صعبة حتى الآن، لأنه لم يواجه أي منتخب من المنتخبات التي تأهلت لكأس العالم، عكس كل المنتخبات اللي تواجدت في المربع الذهبي، بل وعكس كل المنتخبات اللي تواجدت في ربع النهائي. كلهم التقوا مع منتخبات تأهلت لكأس العالم ما عدا المنتخب المغربي، لم يواجه أي منتخب تأهل لكأس العالم. قد يكون المنتخب النيجيري هو أصعب من المنتخبات التي تأهلت. ما أنا عشان كده قلت لك إيه في الأول، قلت لك تبدو في ظاهرها أنه لم يخوض مباريات سهلة، ولكنه في المقابل واجه مين؟ واجه أشرس منتخبين لم يتأهلا إلى كأس العالم، وهم المنتخب الكاميروني، وتفوق عليه تفوقا كاسحا بشهادة جميع المتابعين بما فيهم الكاميرونيين أنفسهم. وبعد كده واجه المنتخب النيجيري، وما أدراك ما المنتخب النيجيري وما قدمه أمام بقية المنتخبات، وتفوق عليه صحيح بصعوبة، ولكنه في النهاية حسم البطاقة وتأهل. لذلك عطفا على المستويات، صحيح المنتخب المغربي لم يكن مقنعا بنسبة كبيرة في كل المباريات،
تألق بشكل لافت في بعض المباريات وتراجع في بعض المباريات الأخرى، ونتمنى إن شاء الله في مباراة الغد يكون في يومه زي ما بنقول ويقدر يحسم اللقب إن شاء الله. ماذا قال مدرب منتخب السنغال باب تياو عن هذه المواجهة وعن هذا النهائي الكبير أمام منتخب المغرب؟ نتابع. Le pays hôte en Algérie, ça s'était très bien passé. Et sur côté organisation, tout, on était vraiment satisfait avec l'équipe locale. Et à la fin, ça s'est très bien passé. Après, ici, hier, vous avez vu, je préférais ne pas en parler. Notre fédération en a parlé. Je pense que les enjeux d'un football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. Parce que quand on voit, aujourd'hui, c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Notre compétition qu'avant personne ne regardait, aujourd'hui on l'a mis haut. Il ne faut pas qu'on gâte ça. Parce que quand même on a des joueurs de planétaires, on a des joueurs que malheureusement c'est à cause de la CAN qu'on n'a pas gagné, qu'ils n'ont pas gagné le Ballon d'Or. Parce que les gens disaient que ce n'était pas une compétition majeure. Donc Sadio Mané méritait ce Ballon d'Or. Mais il disait que parce que c'est une CAN, ce n'est pas une compétition majeure. Aujourd'hui, une belle organisation, il faut bien la finir. C'est important. Il faut bien finir cette organisation. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on les laisse avec la foule populaire comme ça. Mes joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer contre des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer. Surtout entre deux pays frères. On a toujours dit. C'est important. كما ذكر مدرب منتخب السنغال أن كان هناك خطورة وفي الازدحام، ومن ذكر في المؤتمر الصحفي. بدر. الجزئية هذه مهمة جدا، لأنه أولا أمن وسلامة المنتخبات هو من أمن وسلامة البطولة بطبيعة الحال، لا أحد يختلف على هذا الأمر. ولا أستطيع أيضا أنني أسجل أنه وقعت واقعة تبرر أننا ممكن أن نشكك في درجة التأمين العالية التي أحاطت بالبطولة. اليوم احنا نصل تقريبا إلى المباراة 52 يمكن في مجموع البطولة، فلم يسجل أي محاولة لإيذاء اللاعبين لا من قريب ولا من بعيد. أولا. ثانيا، المنتخب السنغالي تنقل من طنجة إلى الرباط على متن القطار السريع الذي يؤمن الوصول على مسافة 300 كيلومتر تقريبا في ظرف زمني يصل إلى ساعة وربع. طيب لما نزل في محطة الرباط كان هناك تجمهر كبير للمسافرين كلهم، وعندما شاهدوا المنتخب السنغالي أحاطوا به. صحيح أنهم أحاطوا به، لكن لم يسجل أي حادث ممكن يخلينا نقولوا على أنه المنتخب السنغالي تعرض إلى ما لا يمكن أن نتمنى. إنما إن كان هناك تدابير كان على اللجنة المنظمة أن تتخذها في هذا الخصوص. وبطبيعة الحال احنا نعرف جيدا على أن سلامة اللاعبين هي سلامة البطولة، والمنظمين يسعون دائما إلى تأمين تنقل المنتخبات. استكمل الحديث مع بيان الجامعة السنغالية لكرة القدم. ذكرت يا فتحي أن هناك الترتيبات الأمنية والاستقبال ملاحظاتها وإقامة المنتخب، موقع التدريبات ومعاينة أرضية الملعب، التذاكر ودخول إلى الملعب. وكذلك في الختام تدعو الجامعة السنغالية لكرة القدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة إلى اتخاذ جميع التدابير التصحيحية الفورية لضمان احترام مبادئ اللعب النظيف والمساواة في المعاملة والأمن، وهي عناصر أساسية لنجاح هذا العرس الكروي الأفريقي. حرر بطنجة في تاريخ اليوم الأمانة العامة. صحيح، قرينا البيان هذا وسمعنا الندوة الصحفية للمدرب السنغالي. تنجمش تكون حادثة عابرة، وما تنجمش تكون حادثة ما نقفوش عليها. ولو انه انا مع بدر يقول لك معنا 52 مقابلة ما حصل حتى تجاوز، لكن حصل التجاوز في اهم مقابلة هي مقابلة النهائي. تقول لي لم يحدث اي ضرر لاي لاعب لا، مش هذا الموضوع. الموضوع انهم بعثة سنغالية كانت وسط الجماهير، مش لازم يكون الاعتداء، ولكن الخوف من الاعتداء والاضطراب النفسي للاعبين وقتها
ووضعية متاع المجموعة ودون إحاطة ودون أن تكون هناك مؤمنة فعلا، هذه وضعية مش مقبولة تماما تماما. حاولوش صحيح ربما ما نقولش عن سوء نية، ما نقولش ربما لإرباك المنتخب السنغالي، ولكن خطأ بالنسبة لي أنا من الأهمية بمكان، لأنه سمعنا من أول الدورة نسمعوا مدرب المنتخب السنغالي مدرب محترم جدا، مدرب في تصريحاته رصين، مدرب في تصريحاته عاقل، معناه يعرف شو يقول. لهنا قال لك حسينا بالخطر، كلمة العبارة موجودة وذكر نفس الكلمة، قلنا لو هناك أشخاص تسلل سوء النية، والحمد لله لم يكن هناك. ليش أنا تحطني في وضعية في وسط مجموعة وأنا منافس المغرب؟ لكن الشيء بالشيء يذكر، ترى الاتحاد والجامعة السنغالية ذكرت موعد الوصول، ذكرت موعد الوصول، ذكرت في موعد الوصول، أي يعني قد لا يعطي مبرر أو لا يعطي عذر، لكن هي أعلنت في موعد الوصول. على كل حال هذا ما يغير شيء، ما يغير شيء ما نحاولوش نبرروا حاجه. لا طبعا احنا بس نفهم خطأ وقع، خطأ غير مقبول. احنا وقت اللي فما حاجه نقولوا برافو، وقت اللي فما خطأ نقولوا هنا خطأ. وقال لك مدرب كنا في خطر، العباره مش انا نستعمل، لا كانوا 5 رجال امن فقط، صح بالطبع. وين انت وقت اللي تبدا في وسط مجموعه، انت الملعب وقت اللي يبدا مكتظ بالجماهير تحكم فيه الملعب، معروفك العباره متاع المجموعه معنا ما تحكمش، وبالتالي نسجل وانه فعلا وقع هذا الخطا. ربما نقولوا احنا عينه طارت معناها على التنظيم الرائع الى اخره، ولكن هذه فعلا من حق مدرب السنغالي، نتحدث من حق الاتحاد السنغالي. إذا ملاحظات، لكن تم سريعا معالجة الأخطاء، ونشاهد معكم لقطات حصرية لموفد بين سبورتس بالاحتياطات الأمنية بعد هذا البيان، في حضور وفي تصوير يظهر أمامكم لمقر إقامة منتخب السنغال وفق الاحتياطات الأمنية كما نشاهدها يا بدر. يا مشاري، هذه احتياطات أمنية تطبق على كل المنتخبات وتطبق في كل الفنادق. أنا لا أزايد في هذا العملية، لكن لا أعتبر أن هذه البطولة تقام في جزيرة معزولة عن القارة الإفريقية. هذه البطولة تقام في أرض إفريقية قدر لها أن تنظم بأعلى معايير النزاهة والأمان والأمن وأيضا التدبير الجيد. قد يكون هناك خطأ على مستوى التدبير، لكن لا يستدعي أننا يعني خطأ لكن غير مقصود. يا مشاري، ما كنا نشاهده في القارة الإفريقية إلى وقت قريب عندما كانت حافلات منتخباتنا وكلنا نذكر ذلك تعبر أمام جحافل البشرية وهي ترميك بالحجارة وأنت تصل إلى أرضية الملعب. من هذه المنتخبات اشتكى من هذا الأمر؟ هذا أول أمر. ثاني الأمر أنه إذا كان الاتحادية السنغالية أصدرت هذا البلاغ، يجب العودة أيضا إلى البلاغ الذي أصدرته الخارجية السنغالية. الخارجية السنغالية طبعا بلاغ قوي جدا يؤكد على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقف على هذا الخطأ الغير المتعمد لنشكك في العلاقات القائمة ما بين. هذا هو بيان بمناسبة نهائي كأس الأمم الأفريقية الذي سيجمع يوم الأحد بين منتخبين وطنيين السنغال والمملكة المغربية. نعم. تؤكد وزارة الاندماج الأفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين في الخارج أن هذه المباراة الرياضية ستكون قبل كل شيء مناسبة للاحتفال بروح الأخوة بين شعبين تجمعهما روابط تاريخية واقتصادية وإنسانية وروحية عميقة. يا بدر إذا نعطي تحت فرصة لصابر طبعا وكذلك حسام. صابر، شوف احنا ما بنقولش ان احنا احسن شيء، احنا كبلدان عربيه عندنا اخطاء، بس احنا المفروض الاول نعترف بالاخطاء، لان هو الاعتراف بالخطا هو اول طريق تصحيح هذا الخطا. حاولنا طبعا في المغرب تنظم افضل بطوله ممكنه، وبالفعل نظمت بطوله جيده. في بعض الهفوات بتحدث وده امر طبيعي جدا، انما ما حدث مع الفريق السنغالي في المحطة في وسط الجماهير طبعا خطأ جسيم، ولكن صحيح يحسب على الجانب المغربي، ولكن قبل من يحسب على الجانب المغربي يحسب على الكاف والاتحاد الافريقي، لانه ديت المسؤوليه المنوط بها الاول هو الاتحاد الافريقي. انما خطأ كبير. وانا كمان
يعني من هذا المكان بشكر الجانب السنغالي، لانه الحقيقه الجانب السنغالي لا يستغل مثل هذه الامور بالشكل اللي البعض الاخر قد يستغلها، وبعض المنتخبات الاخرى بتستغل مثل هذه الاخطاء اسوأ استغلال. انما خطا، لا خطا جسيم. ذكرت لا بس جسيم لا يعني خطأ جسيم وكأنه يدمر كل البطولة. خطأ. اصل انت يا بدر انت بتقول انت تبريرك ان هو مش جسيم انه ما حصلش حاجه. هو انا كنت منتظر لما يحصل وبعد كده اتكلم. الخطأ في التبليغ بموعد الوصول. ما كان يجب على الاتحاد السنغالي أن يعلن على وقت وصول المنتخب. لا تعرف بدر صابر وفتحي اتفقوا انه خطأ. ولكن لا يدينك. لا يصل إلى الجسامة التي يصورها صابر. عندي لا بس لا قبل لا نروح صابر. الاعتراف اولا، بس انا عايز اقول له ان الاعتراف بالخطا لا يدينك ولا يقلل منك. وانا قلت انه المحسوب على الاول يحسب على الاتحاد الافريقي، وبعدين دي في جزء ثاني. ما العالم كله بيبقى عارف ان المنتخب السنغالي هيكون متواجد في الفندق في المكان الفلاني، وهيكون موجود في المباراه في الوقت الفلاني، وبالرغم من ذلك بيحدث التامين الكامل. فالاعلان مش هو السبب في هذا التجمع. يا سيدي في المغرب يا سيدي قاعده هذه في المغرب، الكل مؤمن، كل من يصل الى المغرب مؤمن. لا يمكن ابدا ان تشوب شائبه لاي افتراق امني. انا بقول ان المشكله وقعت في التبليغ. ما كان يجب. لا احنا بنتكلم في نقطه موقف معين. يعني لا خطا مش تغطيه امنيه، عمليه التامين. اخبر الاتحاد السنغالي. يعني هو الخطا دلوقتي من الاتحاد السنغالي. بس انت ذكرت انها خطا. انت بالبدايه ذكرت يعني هو خطا من الاتحاد السنغالي، دلوقتي بقى الخطا من الاتحاد السنغالي. ما كان يجب ان يبلغ. ليه؟ وانا موجود. من تواجد في محطه القطار. واش انا ضامن انا نعمل جرد للجنسيات يا صاحبي؟ يعني في الاخر دلوقتي انا حولت الخطا للمنتخب السنغالي. أبداً. لا يا رجل، يا فتحي خطا على مين؟ انت تتكلم بصراحه اكثر وانت ذكرتها. لا خطأ غير مقبول زادا. خطأ لمين؟ على مين؟ على الاتحاد السنغالي اللي بلغ ولا على اللجنة؟ ليش؟ كيفاش؟ على الاتحاد السنغالي اللي بلغ؟ لا، من حقه أن يشتكي. بهيش؟ لا يعني موعد الوصول في التنظيم حتى ولو عايشكم. لا حتى ولو تبقى انا اقول هذا ما يمس حتى شيء من التنظيم الاستثنائي للمال. ملاحظه فقط بربي لانها هامه. تفضل. انا نتفهم بدر وانه خطا صحيح خذا الحجم، ولكن وزاره الخارجيه السنغاليه رجعت الامور الى نصابها. ولكن يا بدر احنا راهو كعرب عندما ننظم نحاول ننظم بطريقه رائعه، والمغرب نظم بطريقه رائعه. تحكي لي على الفرق الافريقيه والبطولات الافريقيه بالحجاره، هذا لا ما نحكيش عليه، لا يبرر، لا نقارن. معناها نقول قبل يغلبوا بالحجر على هذه حكايه. لا احنا يلزمنا النقطه صفر خطا، وعندما يقع 0.01 خطا نقولوا هذا خطا ولن يتكرر. جميل. فتحي صابر ذكر الجامعة السنغالية لكرة القدم في بيانها، رد الاتحاد الأفريقي كذلك في بيان منذ قليل نتابع معكم. أبرز ما ذكر فيه يؤكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم التزامه بمبادئ النزاهة والشفافية والالتزام الصارم بالواحد الاتحاد وطوال المنافسة، وذكر حرصه على جميع الجوانب الذي ذكرها بيان الجامعة السنغالية. فرد الاتحاد الافريقي قبل قليل هذا الرد الواضح في بيان اعلامي من الكاف بخصوص قضيه الاتحاد السنغالي عن الفندق وعن ملعب التدريب وعن التذاكر وعن كل شيء وعن التحكيم وعن كل شيء. لا هذا من الكل. شوف الفندق خذاوا الفندق، التذاكر خذاوا حستهم يحبوا زياده، واليوم يستحيل انك تنجم باش تاخذ تذكره اليوم باش تمشي للملعب لانه سولد اوت منذ ربما بدايه بيع التذاكر، من قبل انطلاقه البطوله. منذ انطلاقه البطوله مش عادي خذاوا الحصه نتاعهم. ولكن كما قلنا كل المبررات الاخرى الحقيقه وقع تجاوزها. هذا خطا صحيح من حق الاتحاد السنغالي انه يحتج على ذلك، ولكن القضيه انتهت وما قاعش معناها الحمد لله. ولا نتصور انا توا كمواطن عادي معناها وحدي نخمم، هل تتصور معناها الفريق المغربي او الاتحاد المغربي او الكاف يعمل هالعمليه هذه باش المغرب تربح السنغال معناها في عمليه خطا صحيح لا يغتفر. ولكن الحمد لله انه ما عندوش ثمن، ما فيش معناها اثار وخيمه. وهذاك علاش نقول خلي الان
بعد ما حطينا نقاط على الحروف، بعد ما توضحت الامور والكونفدراليه الافريقيه نفسها وضحت الامور الكل، الان الكره فوق الميدان وفوق الملعب. جميل. لا تعليق لي ربما لانه يمكن الاهميه مما حدث انه حدث ليله اجراء مباراه نهائيه. اللي عارف انا جيدا ان كل المنتخبات اللي لعبت في مدينه طنجه بما فيها المنتخب المصري الشقيق تنقل عبر القطار السريع الى مدينه الدار البيضاء. منتخب نيجيريا تنقل عبر القطار السريع لمحطة الدار البيضاء، وكلهم خرجوا وسط حشود جماهيرية ولم يحدث شيء. إن حدث هذا الأمر في مباراة السنغال فأتصور أن اللجنة المنظمة ملزمة بتقديم الاعتذار للاتحاد السنغالي لكرة القدم وخلاص. لكن اللي كنتحفظ عليه انه يكون لا نبالغ تقليل يعني. في الجانب، لا نبالغ ولا نريد ان نخرج المباراه من حجمها، لا نريد لهذه الاشياء ان تؤثر على جماليه هذا النهائي التاريخي والنهائي الجميل بين المنتخبين. نعيش في افضل نسخه كما تابعنا. نعم، في نفس السياق وفي